انت تعرف خلال ال 1300 سنة الماضية تم طردهم من أكثر من 80 دولة تقريبا. تعرف ذولا من هو؟ اي عزيز، اليهود، ولعدة أسباب. صور اكو نظريات لسبب كره العالم إلهم، وأبرز هاي النظريات النظرية اللي تقول هم سبب مشاكل كل العالم. خلي ببالك الغرب أول ما نحس بمشاكلهم وسوالفهم التعبانة وبادر بطردهم. واسمع وياي هاي الإحصائية، وراح نبدي من قبل 1000 سنة. بسنة 1080 ميلادي تم طردهم من فرنسا، وبسنة 1098 تم طردهم من التشيك، وبسنة 1113 تم طردهم من دولة سابقة اسمها روسيا الكييفية، وبنفس السنة تمت إبادتهم كييف. ومن سنة 1147 إلى 1290 تم طردهم من فرنسا ومن إيطاليا، وثلاث مرات من انجلترا. وب 1298 تم طردهم من سويسرا وشنقوا 100 واحد من عندهم. وب 1306 رجعوا طردوهم من فرنسا، وب 1360 تم طردهم من المجر. اما بال 1391 تم طردهم من اسبانيا، وبال 1407 طردتهم بولندا، وبال 1492 طردتهم اسبانيا، واصدروا قانون يمنع دخولهم للبلاد الى الابد. ومن 1492 الى 1516 طردتهم صقلية وليتوانيا وكييف والبرتغال وانجلترا. وبال 1541 طردتهم النمسا، وبال 1555 انطردوا من البرتغال. ومن 1567 الى 1660 انطردوا من ايطاليا ومن المانيا ومن جمهورية نوفغورود السابقة. بال 1701 انطردوا بالكامل من سويسرا بمرسوم فيليب الخامس. وبال 1828 كييف هم طردتهم، وبال 1933 المانيا طردتهم. والله تعبت ايش قد مطرودين، وهالحكي شنو؟ جاي احكي لكم مختصر لطرداتهم، اما اذا حكينا بالتفاصيل لا ما نخلص. وبعد كل هاي الاهانه باوروبا توجهوا لفلسطين واحتلوا ارضها بمساعده الغرب حتى يخلصون من عندهم. هذا الكيان المهان لازم يرجع لحجمه الحقيقي مثل ما كان باوروبا. واليوم كان هنا شعب الله المطرود. اودعناكم.